بدل ما تقفي في الفرن، تعالي اعلمك تعملي رغيفين في البيت، احسن من وقفتك في الفرن وطعمهم زي العسل. بصي، تعملي رغيف قابب كده وطري، وتاكلي بألف هنا، ولا تنزلي ولا تطلعي. طبعا الطريقة دي للزنقات بس. تابعونا واشتركوا في القناة ولايك وشير، عشان نقدم لكم كل الوصفات الجديدة. ساندوتش الكبدة ده حكاية، خصوصا لو انتي عاملة العيش على ايدك في البيت. كل حاجة معمولة في البيت، تحفة وطري وريحته وطعمه مش قادرة اقول لكم. كوبايتين دقيق بس هيطلعوا معاكي حوالي 5 أو 7 ترغيف. بصوا، ده مج دقيق كبير وعليه ربع كوباية رده. هقلبهم كده على بعض، واكون مجهزة. بصوا، ده شوية ملح. تمام. هنا الخميرة دي انا مدوبة فيها معلقة سكر. لما تفاعلت كده نزلت بيها شوية. هقلب اهي، هشربها للدقيق، بعدين هنزل بشوية الخميرة اللي باقيين. لو احتاجت مية تاني وانا بعجن بزود لها واحدة واحدة، مش بحط مية كتير في الاول. يعني لقيتها محتاجة مية زودت لها شوية مية، وبعجن لحد ما الدقيق كله اتلم وايدي نطفت. عجنتي بتلزق كتير بحط لها رشة دقيق، انا عايزاها تلزق حاجة بسيطة. رشة دقيق خفيفة كده، عشان بس التلزيقة دي اهي انا محتاجاها، بس ان هي تبقى كده وايدي تبقى نظيفة. تلزيقة خفيفة خالص. رشة دقيق في طبق واسيبها تخمر. وكده كده الدنيا حر والعجين بيخمر بسرعة، غطيها بستريتش راب واسيبها تخمر بقى. حطيها في فرن البوتاجاز، حطيها في المطبخ، في اي مكان دافي كده هتخمر. فضي الهوا منها وكوريها، ويلا عشان نقطعها. بصوا، عايزين نتيجة احسن، فضوا الهوا وسيبوها تخمر تاني. تمام. انا عشان كنت مستعجلة خمرتها مرة واحدة، لكن لو سبتها تخمر مرة كمان كل مرة النتيجة بتبقى احسن من اول مرة. كورتها كده وابدأ اقطعها بقى بالسكينة. زي ما تقطع معايا، قطعت 6 قطعت 7، على حسب ما تقطع معاكي العجينة. هكورها واسيبها ترتاح تاني 10 دقايق بعد ما اعملها كور. اهي همسك العجين كده اكوره، مش بكببه وانا بكوره، انا بس بهوي الكورة كده زي ما انتوا شايفين، ياخد بس شكل التكويرة. اكورهم كلهم واغطيهم بفوطة نظيفة او قماشة نظيفة، واسيبهم يرتاحوا تاني 5 أو 10 دقايق كده. وكل ما العجين يرتاح يدينا نتيجة احسن، وينفخ معانا ويبقى كويس جدا. بصوا هي كده ارتاحت اهي. هبدأ افرد وايه، واحط شوية دقيق على الرخامة كده عشان افرد عليهم. وبالنشابة بتاعتي بقى افرد العجين واحدة واحدة اهو. كل ما ارتاح العجين كل ما يفرد معاكي اكتر، ويديكي الرغيف سمكه بقى زي ما انت عايزاه رفيع، افردي قوي. عايزاه اللبابه بتاعته كبيره، افردي فرده صغيره. انا بحب العيش عشان انا هعمل فيه الكبده، انا بحب العيش خفيف ويبقى رفيع كده. بصوا ما شاء الله العجينه بتفرد ولا كلمه ولا غلطه. وبعد ما نفرد العجين احنا بنفرد على فوطه برضو ونغطيه عشان الوش بتاعه ما ينشفش. تمام. اهو بفرد العجين كله وبسيبه يرتاح، وبرجع وانا بسوي باخد اول رغيف انا فردته. ركزوا في النقطة دي. شوفي اول رغيف انتي فردتيه، انتي حطاه فين. هو ده اول رغيف هيتخبز. ليه؟ ده خد كفايته في ان هو ارتاح وخمر مرة كمان. تمام. بصوا 7 ترغيفة من كوبايتين دقيق بس. يعني انتي لو مزنوقه في عيش ومفيش، ولا الفرن قافل، ولا ما عندكيش عيش، انتي اوام تقومي تعمليهم كده ما ياخدوش معاكي نص ساعه. بصوا اول ما نلاقي نفخ كده نقلب على الوش التاني. تبدأ بقى ايه، الرغيف ما شاء الله ينفخ معانا. عايزين تدوله كده ناحيه الهوا تكه خفيفه كده، يفرد كده ويظبط. بصوا ما شاء الله وشه احمر ازاي. بس اي طاسه بقى عندكم قديمه، يعني التسويه دي هتبقى عايزه نار عاليه، عايزه طاسه قديمه تكونوا ايه، عشان لو اتحرقت ولا الكلام ده كله ولا باظت
ما تشغلوش بالكم بالكلام ده. بصوا ما شاء الله الرغيف بيترفع ازاي، بسم الله ما شاء الله. والله وكفايه ريحه الخبز في البيت، وكفايه ريحه العجين في البيت، ريحه بركه كده. والولاد ياكلوا ويتبسطوا، يبقى العيش طازه. ما خدش وقت على فكره خالص خالص. اللي تقولك احنا لسه هنعجن ولسه هنعمل، والله ما كمل نص ساعه. وبعدين بترتاحي، يعني انتي بتسيبي العجينه ترتاح وانتي كمان ترتاحي. بصوا ما شاء الله الرغيف بينفخ ازاي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اعملوه مش هتندموا. اشتركوا في القناة، وهتلاقوا عندي وصفات كتير حلوة وبسيطة. بصوا الرغيف ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بيتفتح لوحده. احشوه بقى اي حشوة انتوا عندكم. كبدة عندكم حاجة، جبنة كريمي عندكم بقى، رنجة عندكم، اي حاجة انتي عايزة تعملي سندوتش بقى ظبطي. معاكي عيش طازة وسخن، اعملي حواوشي. ده لو اتعمل حواوشي ده يبقى تحفة. انا كان عندي شوية الكبدة دول بصراحة كانوا محتاجين عيش طازة وعليهم عصرة ليمون. يا مش قادرة اقول لكم على الطعامة وعلى الحلاوة. بألف هنا.